الله على الستايل اليوم، والله الشعر يفوز. ابغى اجرب التسريح هذه، انا ما اقدرش. المشكله علبه الجل كلها حنخلصها على شعري. والله طلع شكلك كيوت. ليه ما تسويها دائما؟ دائما اسويها اصلا في الجامعه لما يكون مالي خلق. هذه التسريحه المنقذه. ايه مره حلوه والله تجنن. اذا ما في احد مدح اللوك حقي انا راح امدح بنفسي بنفسي. الزيبرا. الزيبرا ليش زيبرا؟ لابسه بنطلون اسود وابيض. ما تعبتي نفسك صراحه ابدا. هذا كذا فتحت الدولاب ايش البس؟ اسود ابيض اسود ابيض. احلى شيء والله يعني فك ازمه. وهذا اللونين المفضله عندي، الاسود كذا كامل والابيض كامل، او اسود ابيض مع بعض. المهم شوفوا عندنا مين هذا، على اساس انه حران ويبي يرجع البيت. الحين اول ما طلعته برا على طول طلع. وين يقعد؟ تحت الباب 24 ساعه. ما ادري ايش ما ادري، كانه يشوف اشياء برا احنا ما نشوفها. ما اعرف ايش وضعه يا جماعه. شوفوا يا جماعه ميمي تعامل الشباك معامله المرايه، قاعد تاخذ سيلفيز، مو سيلفيز، قاعد تاخذ صور فنانه جباره والله، مع النخل ورا. حلوه كاني مو مرايه. يلا حط لكم الحين الصوره اللي صورناها. فينا المدرسه المفاجئه لي يا جماعه، رايحين ناخذها. هذه مو متوقع انه احنا جايين. الباص حيمشي بعد 10 دقائق تقريبا. هذا هم قاعدين هناك يستنون الباص. وين لولي؟ وليد سوت هذا الشيء كيوت. ما إيلين ما تبغى تروح. تخيلوا يعني انا زعلت لما شافتني قالت اوه مين. انا لانه عندهم نشاط. فشوفوا قاعد مبسوطه. شوفوا هذه قاعده جوا قاعده تلعب ما ادري ايش ترقص. انا كنت اتمنى احد يجي ياخذني من المدرسه من جد. حتى انا ايش تبي تقعد زياده فوق وقت الدوام. شكلها تقول لو قعدت لين 10 ما عندها مشكله. الحين ما اعرف مشكله. عبد الرحمن عنده شغله لازم يروح يسويها، فلازم احنا ناخذها للبيت. تسوق كان دقيقه ليش ما خليناها تجيب الباص على كذا؟ يوديهم. لا خلاص باص راح الحين. ليش؟ لانه سجلناها الانشطه. طبعا عندهم في السمستر الثاني فتحت انشطه رسم وفن وكذا. فاليوم اول يوم نشاط للاسف راح يكون لين 4:30، وعبد الرحمن ما حيقدر ياخذها بعدين لانه الباص يرجع الحين. فقال لي خلاص اخذها، راح ناخذها الحين ونرجعيها البيت، وان شاء الله الدرس الثاني. والله مطنشت تجيك انا ترقص. وين هذه؟ هو شكلها 7 تطنش. شوفي حيرجع يا جماعه بدون إيلين. ما تبغى تروح. اول مره على طفل زي كذا ما شاء الله عليه. يعني تخيلوا من الساعه 7:30 صباح لين الحين 3:30. الاطفال كذا سبحان الله مو زينا احنا الكبار نتعب بسرعه. الاطفال عندهم نشاط كذا غير. اصلا مدرستها يعني فعاليات مو انه حصص ممله. من جد عشان كذا والله انا لو كذا طبعا يا جماعه ما قلت لكم انه سجلنا إيلين في دروس الرسم والفن والرقص وكذا. بنتك حتصير فنانه. هي مره تحب الاشياء هذه، الحصص الاعمال اليدويه، الرسم، الفن، مره تموت فيه. فالحين في السمستر الثاني فتحوا الدورات هذه، ان شاء الله كذا تنبسط. بنتك ما رضيت تيجي معنا عبد الرحمن. خلاص خليها باعتنا. اول ما شفتها تقول لا روح البيت ابغى الكلاس. اليوم اول حصه لهم في دروس الفن هذه. ما شاء الله عليها. مره تحب الاشياء هذه المدرسه. وانا اقول انا مكانها بحصل قلت ارجع البيت. هذه لا شوفي بقول لك لا هي دحين مرحلة الابتدائي الأول ثاني ثالث هذول انبسطوا بدل أشياء. صح. بعدين لما تكبر شوية تصير في المتوسط وكذا هتشوفيها ما تصدق متى تمشي البيت. طيب. من جد تكون خلاص أصلا يكون الدراسة كذا عبارة عن بس حصص